السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل ان في مسألة رياضية بسيطة لدرجة ان اي طفل في ابتدائي ممكن يفهمها، بس الغريب ان القانون ده بقاله اكتر من 80 سنة ومفيش عالم مهما كان عبقري قدر يثبتها او ينفيها. الموضوع سهل لدرجة انه ممكن يتشرح في اقل من دقيقة، لكن معقد لدرجة انه اتقال عنها الرياضيات بتصرخ من اجل برهان. النهاردة هنغوص في عالم من الارقام والاحتمالات ونسأل نفسنا، هو ازاي 3n زائد واحد بقى واحد من اعند الالغاز في تاريخ الرياضيات؟ ويعني ايه تخمين كولاتز؟ بس لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. تخمين كولاتز المعروف باسم مسألة 3n زائد واحد فكرته في منتهى البساطة. ابدأ بأي عدد صحيح موجب، لو العدد زوجي اقسمه على 2، ولو العدد فردي اضربه في 3 وزود عليه واحد، وتفضل تكرر الخطوات دي على كل عدد جديد يطلع لك. مرة تقسم على 2 ومرة تضرب في 3 وتزود واحد حسب نوع العدد. الحدسية دي بتقول ان اي عدد تبدأ بيه هينتهي في الآخر عند الرقم واحد وتدخل في سلسلة متكررة. مثال عملي على العدد 7. 7 عدد فردي، يبقى 7 في 3 زائد واحد بيساوي 22. 22 عدد زوجي، يبقى 22 على الاتنين بتساوي 11. 11 فردي، يبقى 3 في 11 زائد واحد ب34. 34 على 2 بتساوي 17، وهكذا لحد ما توصل لواحد في النهاية. ولو فكرت فيها العملية دي فيها شبه من لعبة رياضية بسيطة، لكن وراها تعقيد مش طبيعي. مفيش حد قدر يثبت لحد النهاردة انها تنجح مع كل الاعداد. الحدسية دي اتسمت على اسم عالم الماني اسمه لوتر كولاتز، وده كان رياضياتي شاب وقتها لما قدم المسألة لأول مرة سنة 1937. هو ما كانش بيتخيل انها هتبقى واحدة من اكتر الالغاز المحيرة في الرياضيات، كان شايفها مجرد لعبة رقمية بسيطة بيجرب بيها تسلسلات رياضية. لكن اول ما بدأ يطبق القاعدة دي على ارقام اكبر لاحظ حاجة غريبة جدا، كل الاعداد اللي بيجربها بتوصل في الاخر للرقم واحد. وده فتح الباب قدام سؤال عبقري وبسيط جدا في نفس الوقت، هل القاعدة دي شغالة على كل الأعداد الصحيحة الموجبة؟ آلاف الرياضيين حاولوا يثبتوا إن ممكن يكون في عدد واحد على الأقل بيكسر القاعدة، لكن لحد النهاردة مفيش دليل على كده، ومفيش إثبات نهائي إنها شغالة على كل الأعداد. من أول نظرة مسألة كولاتز شكلها لعبة أطفال، عدد زوجي اقسمه على 2 وعدد فرد اضربه في 3 وزود عليه واحد وكرر الخطوة دي. يعني قواعدها مش بس بسيطة، ده كمان بتتشرح في أقل من دقيقة. لكن المشكلة انك لما بتبدأ تطبق القواعد دي على اعداد كبيرة السلوك بتاع الارقام بيبقى عشوائي وغريب جدا. مفيش نمط واحد تقدر تمسكه وتقول كل الاعداد الكبيرة بتعمل كذا، او بعد عدد معين من السلسلة بتقل دايما. العكس هو اللي بيحصل، بعض الارقام الصغيرة بتاخد عشرات الخطوات قبل ما توصل للواحد، وبعض الارقام الكبيرة بتنزل بسرعة جدا. عندك مثال العدد 27 رقم صغير جدا بياخد 111 خطوة عشان يوصل للرقم واحد، وفي وسط السلسلة دي بيطلع الرقم فوق ال9000 قبل ما يبدأ ينزل تاني. يعني المسألة عاملة زي سلم عشوائي، كل خطوة ممكن تطلعك لفوق فجأة أو تنزلك لتحت، ومفيش طريقة تتنبأ بيها بالظبط هيحصل ايه بعد كده. كأنك بتحاول تمسك حاجة بسيطة جدا لكنها بتفلت من بين ايدك كل مرة. ده اللي خلى مسألة كولاتس تتحول من مجرد لغز صغير لموضوع جدي جدا في الرياضيات النظرية. طيب ليه الناس مهتمة بحاجة زي دي؟ رغم بساطتها مسألة كولاتس تعتبر بوابة مهمة لفهم حاجات أعمق في الرياضيات، زي السلاسل الحسابية ونظرية الأعداد والأنظمة الديناميكية اللي بتدرس الحاجات اللي بتتغير بمرور الوقت. يعني ببساطة المشكلة دي ممكن تفتح أبواب لفهم أوسع في علوم معقدة، وده اللي بيخليها مثيرة جدا للباحثين. طبعا على مدار السنين حصلت محاولات كتيرة لإثبات أو نفي تخمين كولاتز. في رياضيين حاولوا بالحسابات الرقمية، جربوا التخمين على مليارات الأرقام باستخدام الكمبيوترات وكلهم بالفعل وصلوا للواحد. وبالتحليل الرياضي حاولوا يلاقوا نمط أو علاقة رياضية تساعدهم يثبتوا إن مفيش ولا رقم هيكسر القاعدة. لحد دلوقتي كل الأعداد اللي اتجربت فعليا، حتى أرقام فيها آلاف وملايين الخانات، كلها رجعت للواحد. بس العلماء دايما سايبين مساحة للشك وبيقولوا ممكن يكون في رقم بيكسر القاعدة، بس احنا لسه ما وصلناش له. وده هو الفرق بين البرهان الرياضي والتجريب. البرهان الرياضي بيأكد لك ان النتيجة صح في كل الحالات، لكن التجريب مجرد دليل قوي مش اثبات قاطع. عشان كده تخمين كولاتز لسه اسمه تخمين مش مجرد نظرية. طيب هل الذكاء الاصطناعي ممكن يحلها؟ سؤال ذكي وناس كتير فعلا بدأت تفكر، لو الذكاء الاصطناعي بقى بيكتب كود ويحل مسائل معقدة ممكن نستخدمه في حاجة زي كولاتز. لحد دلوقتي الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في تحليل بيانات او تجربة ارقام بسرعة، لكن ما قدرش يعمل برهان رياضي عام، لان ده بيتطلب منطق صارم مش بس حسابات. يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يبقى أداة بس مش هو اللي هيقدم الحل النهائي. في النهاية تخمين كولاتس بيكشف لك عن حاجة عبقرية جدا، ان ابسط الحاجات ممكن تكون اكترها تعقيدا،
ورقم صغير زي 3n زائد 1 ممكن يدوخ أكبر عقول الرياضيين لقرن كامل ولسه بدون إجابة. المشكلة دي مش بس لغز، دي تذكير بإن في حاجات في الرياضيات وفي الحياة ممكن تبان تافهة أو بسيطة لكن جواها أعماق ملهاش نهاية. وسؤال زي هل كل الأعداد هتوصل للواحد يستاهل نقف قدامه ونفكر، مش علشان نوصل للإجابة بس لكن علشان نفهم الطريق نفسه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.